أهلا بيكم في هزة وسافر. مش في عجايب الدنيا السبعة؟ في الحلقة دي احنا جبنا لكم واحدة تامنة، بورنيو، تالت أكبر جزيرة في العالم وأكبر جزيرة في شرق آسيا، ومع ذلك ناس كتير جدا ما تعرفش عنها أي حاجة. جزيرة بورنيو متقسمة ما بين 3 دول، وكل دولة متحكمة في شوية مدن فيها. الدول هما إندونيسيا، ماليزيا وبروناي. بورنيو فيها أقدم غابات في العالم اللي هي بقالها 140 مليون سنة، وفيها حيوانات كتير جدا مهددة بالانقراض، من أشهرهم الأورانج أوتان وبورنيو أليفنت. يعني لو رحتوا بورنيو وشفتوهم هتبقوا من الناس المحظوظة جدا اللي شافت الحيوانات دي وهي لسه عايشة. شفنا البيجمي أليفنت اللي هو أصغر فيه في العالم وخلاص هينقرض كمان. بسطتوا؟ هديتوا؟ اتبرديتوا؟ ده غير ان بورنيو فيها انواع طيور ونباتات مش موجودة في اي حتة في العالم غير فيها، والشواطئ بتاعتها حلوة جدا والمية شفافة زيها زي المالديفز بالظبط. في الحلقة دي هقول لكم عن 5 حاجات لازم تعملوهم في بورنيو. اول حاجة هو جبل كينابالو. الجبل ده ارتفاعه 4000 متر وبياخد يوم كامل طلوع ونزول، ومتعب جدا ولازم تحضروا له جدا. لو انتوا مش متعودين على تسلق الجبال، في كمية رياضة لازم تلعبوها قبل ما تطلعوا الجبل ده. الموضوع مش سهل، ده غير لستة الحاجات اللي لازم تشتروها وتكونوا مجهزينها قبل ما تطلعوا الجبل، عشان في ناس طلعوا الجبل ده ولا كانوا محضرين حاجة، وبصراحة اتبهدلوا قوي 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 وبردوا جامد وهم عارفين نفسهم كويس. الحمد لله. الحمد لله. بنتسلق جبل عامل زي كده. تمام. مش عايز اعمل حاجه ثانيه في حياتي خلاص. بص للكاميرا يا علي. شكرا لا اله الا الله. على راي علي. جود تايم. المهم بتبداوا تطلعوا الجبل على الساعه 1-2 الظهر كده، توصلوا للكامب على الساعه 10 بالليل، تاكلوا حاجه وتريحوا شويه وممكن تناموا، وبعد كده بتبداوا تكملوا تاني على الساعه 2 بالليل وتوصلوا للقمه على الساعه 5 وتشوفوا سان رايز من احلى السان رايزز الموجوده في العالم اللي هي مشهوره جدا في كوتا كينابالو. المهم ان في قصه مشهوره جدا عن الجبل ده حصلت من 2 بالظبط. قرروا ان هم يتصوروا وقرروا يقلعوا معاهم. ان في مجموعه سياح هولنديين بعد ما طلعوا الجبل راحوا تصوروا فوق صور مش مظبوطه شويه، وبعدها بوقت قصير جدا حصل زلزال جامد جدا في الجبل وحتت من الجبل وقعت. اهل المدينه قالوا ان ده اكيد حصل بسبب الصور اللي اتصوروها الهولنديين دول، وان ده اكيد غضب الالهه عليهم. تاني حاجة من الحاجات اللي لازم تشوفوها في بورنيو هي جزيرة مابول، من أغرب الجزر اللي ممكن تروحوها. الناس اللي عايشين عليها هم غجر البحر، ملهمش جنسية وملهمش شهادة ميلاد، وبقالهم 400 سنة عايشين عليها. ومن أغرب الحاجات إن هم بيقدروا يقعدوا لمدة 5 دقايق تحت المية من غير ما يتنفسوا، ومن غير أصلا ما يكونوا متدربين إن هم يكونوا بيعرفوا يعوموا، ودول هنحكي عليهم أكتر في الحلقة الجاية. تالت حاجة هو نهر كينابتنجان. وسط الغابات وهتشوفوا فيها الحيوانات على طبيعتها تماما. هتشوفوا البورنيو أليفنت وهتشوفوا الأورانج أوتان اللي هو إنسان الغابة، من الإكسبيرينسز اللي حلوة جدا وما ينفعش خالص تفوتوها في بورنيو. رابع حاجة هي تونكل عبد الرحمن آيلاندز. هم عبارة عن 5 جزر اتكونوا وقت الآيس ايج. فيهم جزيرتين مشهورين جدا اتصور عليهم برنامج سيرفايفرز اللي كان بيجي على ديسكفري تشانل، وفي جزيرة مشهورة جدا للكامبينج بأمان اللي هي اسمها ماموتيك آيلاند. في كمان جزيرة حلوة قوي وعليها ريزورتس دي اسمها مانوكان. أما بقى الجزيرتين الباقيين هم سابي وغايا، وفي ما بينهم زيب لاين وهو أطول زيب لاين في العالم، فده حاجة ما تتفوتش. خامس حاجة وآخر حاجة هي سابيدان آيلاند، ودي جزيرة اللي دايما في منافسة مع البلو هول في دهب، إن CNN كل سنة بتدي واحدة فيهم أحسن دايفنج سبوت في العالم. للأسف ما ينفعش أي حد يعمل دايفنج في سابيدان غير لما يكون سيرتيفايد دايفر أو يكون معاه بادي. ده غير إن هما مش بيدخلوا غير 100 دايفر بس كل يوم، فلازم تكونوا حاجزين من قبلها بكتير. مش قلتلكوا إن بورنيو جزيرة غريبة جدا؟
لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب واعملوا تاج للشخص اللي انتوا عايزين تسافروا معاه. ويلا نزل.